ما هي الإجراءات التي اتخذتموها وكيف تصفون الحالة الاقتصادية في ظل تراجع أو تحسن سعر الريال؟ هو تعرض إلى هزة خلال الأسبوع المنصرم، ولكن اجتمعت اللجنة الاقتصادية العليا واتخذت جملة من التدابير، وأيضا اجتمع مجلس الوزراء يوم أمس واتخذ حزمة من الإجراءات. منها أنها تكفلت الحكومة بتمويل السلع الأساسية وهي السبع سلع، وألزمت البنوك الأهلية والبنوك التجارية بعدم التلاعب بسعر العملة. هي حالة نفسية، ليس هناك شيء طارئ على البلد، الوضع ما في أي مشكلة، بس حالة نفسية عند الناس. وناس يسببوها بالعمرة، وناس يسببوها بقدوم شهر رمضان، زيادة المشتريات. هذه الذرائع التي يركضوا وراءها حتى ركضوا وراء الدولار. الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات في اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء يوم أمس، وصدرت توجيهات مني شخصيا إلى الحكومة وإلى الأجهزة الأمنية مطاردة العناصر التي تتلاعب بسعر العملة الوطنية، سواء كانوا أفراد أو صيارفة أو بنوك، فأنها تتابعهم، وأي واحد فليقدم إلى القضاء وإلى العدالة، وأن يسحب من الترخيص، وأن يقفل البنك على التو، وأنه هذه عملة ملك للوطن، مش عملة ملك لتجار أو لأشخاص أو مجموعة عصابة مستفيدين. فهذه إجراءات حاسمة ومفيدة، لن نقبل التلاعب بسعر العملة الوطنية، ويجب أن تبقى ثابتة كما هي سياسة البنك المركزي. يجب أن يلتزم الجميع بسياسة البنك المركزي والنشرة الذي وزعها البنك المركزي. يعني فالآن الوضع استقر والنفوس هدأت، والأمور في تصوري من يوم أمس أنها أفضل من اليومين والثلاثة ذي مضى. يعني هل اكتشفتم أن في أطراف خفية وراء تلاعب الريال؟ ما في شك أن في ناس يعني لهم مآرب ولهم أجندة خبيثة إيجاد قلق في البلد، سواء كانوا بنوك أو كصيارفة أو كأفراد. يعني ما في شك أنهم أجندة خفية وغير وطنيين، وغير وطنيين على الإطلاق، لأنهم يتلاعبون بسعر العملة الوطنية. وهذه احنا الآن في رقابة قوية وشديدة ومشدد على هذه الرقابة، حتى لو أدى إلى سحب الرخص وقفل البنوك هذه، لأن مصلحة الوطن فوق مصالح الناس. الوضع الاقتصادي أفضل، معلش عندنا مشكلة انخفاض في سعر النفط وانخفاض في الإنتاج، لكن الحكومة قررت في اجتماعها يوم أمس من البحث عن موارد جديدة لدعم الموازنة العامة.